يعني بودي أن أقدم شكر الجزيل لما تقوم به الجاليات والشعوب الحية في كل العالم وبالأخص في تركيا نتيجة وقفتها معنا. الكوارث تثبت أن الشعوب، يعني كارثة الزلزال في تركيا والدور اللي قاموا، وإن كان متواضع عن الدور الذي قامت فيه الجالية الفلسطينية اللي قام فيه أخونا مراد، أثبتت أنه إحنا شعب واحد ونحمل هم واحد وقضية إنسانية واحدة، إضافة للعدوان اللي بيتم على الشعب الفلسطيني والدعم التركي المستمر للشعب الفلسطيني من استضافة مرضى، من تظاهرات تم تنظيمها في تركيا. هذه تثبت أنه إحنا يعني شعوب حية، شعوب واحدة، شعوب تملك من الإنسانية ما لا تملكه حتى دول التي تنظر علينا بالإنسانية. طبعا أخيرا يعني بودي أن أتوجه بالشكر لكم على هذه الاستضافة. الشكر الجزيل لأخي مراد أبو فايك على دوره اللي إحنا بنعتز فيه كفلسطينيين لما نلاقي أمثال أخونا مراد موجودين رسل للقضية الفلسطينية في كل مكان. فشكرا لك أخي أبو فايك، واطمئنوا هناك وعد إلهي من رب العالمين بأنه فلسطين سيتم تحريرها، فلسطين ستعود إلى حضنتها العربية والإسلامية بإذن الله. وشكرا لكم جميعا على هذه الاستضافة وعلى هذا الحضور. طبعا يا إخوان، إحنا بننقلكم تحيات أخونا العزيز الدكتور فهد مصطفى سفير دولة فلسطين. طبعا باسمي وباسم إخواني بجالية الفلسطينية في مدينة اسكشهير، يعني باسمهم جميعا احنا بنتشكر زملائي واخواني في تجمع الجاليات التركية اللي زادنا شرف ان نكون بينهم، لانه فعلا احنا بنشعر بين اهلنا واخواننا. وعلى رأس هذا التجمع المهم بالنسبة إلي واخونا الرئيس ايهان اصلان. واشكر برضو اخوي العزيز ايهان طزجي. يعني كل الحرب السنة اللي من 8 شهور 9 شهور من 7 أكتوبر على الحرب الظالم الآن اللي موجود والسافر على الشعب الفلسطيني وتحديدا أبناء غزة الحبيب، يعني يمكن عملنا فعالية خاصة احنا بدرنا فيها، لأنه يعني كل يوم بيجينا دعوات من الأتراك، من الجمعيات التركية، من أصدقائنا في تجمع الجاليات في الإيها. يعني بنوجه لكم كل التحية والشكر والعرفان على الانتماء الحقيقي اللي بتقدموه للقضية الفلسطينية، سواء شعبا أو أحزاب أو حكومة.